وربي درناها، طاحت وصبناها. درنا سيدي المروك كله، المغرب كله امازيغ. وهذوك الحكومات اللي دازو كلهم ديال الاعراب اعراب اعراب، والكتابه بالعراب والقرايه بالعراب وحفظ القران وسميتو الدفاع على الوطن في اطار هذوك الزوايا كلهم بالاسلام، والاورده بالاسلام، وكلهم لا الزاويه الكتانيه ولا الزاويه التيجانيه ولا الزاويه القادريه ولا الزاويه هذيك ديال بوعبيد الشرقي، ولا الزوايا اللي كاينين في فاس، كلهم اعراب اعراب. وفين كانوا هاد البربراء؟ خليتونا حتى وقفنا المغرب، وقفوا العرب وزكاو، وعاد بخير المغرب وزويوان، وداروا فيه الطرقان وداروا فيه وصافي، وعدتو تقولوا هذا ديال الامازيغ. صافي هادشي اللي كاين، وكتيديروا الناس. المغرب راه ديالنا كامل صاحبي. وهذا النقاش راه بيزنطي ديال احمر خضر. سير دخل سوق راسك وخلي الامور غاديه بخير. الناس راه الامازيغ راه عاشوا معاهم كاع. فين ما كانوا الامازيغ كانوا اليهود المغاربه، وما عمر وقع هذا الشيء. بغيتي توقعوا نتايا بين، بغيتي ترجع الظاهر البربري ديال اللي دارت فرنسا. مشات لهم قالت لهم نتوما بلا الاسلام، اش كانت ديك المحاكم الشرعيه؟ قالت لهم نتوما الاسلام ما عندكم ما ديروا به، هذوك العادات والتقاليد اللي عندكم راه يقضيو الغرض. ومشات اليهود حتى هما قالت لهم هذوك خلاص راه عندهم الحاخامات اللي تيفكوا بيناتهم. وبغات هذوك البربر، هذوك الامازيغ، تعزلهم على العرب المغاربه اللي متشبتين بالشريعه الاسلاميه باش تقلل من الخطر. الساعه الناس كانوا واعين، ناض لهم وحمو الزياني، وناضوا لهم شي وحدين شربوهم المرار، ذوقوهم اللي ما عمرهم ذاقوه. ايه، والناس اللي كانوا تيعرفوا بحق البلاد وبحق تيديروش في الريق تسود، نضو نضربوا على الغرارات على الجبابان وعلى ديول من شكون اللي صنعهم، والرحى ديال الطحين هذاك الشيء راه توجوز. هادي راه عرفتي راه عالم ديال سميتو ديال الرقمي وداك الشيء، وبنادم يمشي بعيد يفكر في الاشياء اللي تجمعنا ولا الاشياء التي تفرقنا. يا الله، اللهم بارك. تحياتي.